ينفع كده؟ ينفع كده؟ فيديو طويل جدا، بس احسن انه ما تسجلش، لان كنت عصبيه جدا ومتضايقه، لان عمر حبيبي لسه مكلمني يا ماما. الناس بيقولوا انت لسه سايبينها قاعده لوحدها. انا اتنرفزت جدا، اتنرفزت جدا. ايه قاعده لوحدي دي؟ هو ايه قاعده لوحدي؟ انا قاصر ولا عاجزه؟ طب ما انا ما كان ابوهم موجوده كنا قاعدين انا وهو لوحدينا. الولاد يجوا باستئذان، احنا جايين، احنا نروح في بيوتهم برضو باستئذان. هو ده البروتوكول والاتيكيت والذوق، ما فيش حد يكبس على حد كده. ده حتى في الاسلام عندنا الواحد يعني لو حد مثلا صديق او صديقه او قريب يخبط خبطتين ما حدش رد، التالتة يرجع. فانتوا عايزين عيالي، انا مش قاصر عشان ولادي يبقوا ليل نهار معايا. عيب، عيب. انتوا ازاي بتقولوا لولادي كده اساسا؟ ازاي بتقولوا انتوا ليه سايبينها لوحدها؟ سايبين لوحدي ايه؟ بعد الشر يعني عايزه حد يدخلني الحمام يعني مثلا بعد الشر، ولا عايزه حد يديني الدواء؟ الله اكبر، لا اكبر، ما باخدش ادويه. ما باخدش، الله اكبر يعني. في ايه؟ ولا حد يعمل لي الوجبه ولا الاكل؟ ده انا اللي بعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها لحد دلوقتي. اقول لهم نفسكوا على ايه؟ اللي نفسه في حاجه اعملها له. في حد كمان كتب الحقيقه، الشخص انا حفظت اسمه عشان اسمه حسن، اسمه حسن عيسى، قال ايه؟ عملت مسقعه وما حدش جالها. مفيش حاجه اسمها كده. هو حبيب قلبي يعني انا لما عملتها اتاخر، قلت له لا خلاص بقى بكره، خليها لبكره. فتاني يوم على طول مسقعه خلصت اساسا. حتى صورتها لكم، بعتتش لكم الصوره، يعني ما بعتش الصوره. محدش يقول كده لولادي، عيب. ولادي حتى معاهم مفاتيح البيت، وبنتي حاطه لي كاميرات اساسا، وهم ليهم حريتهم، انا ليا حريتي، انا ليا قراءاتي، انا عايزه ادخل انام. ده هم وصل من قلقهم عليا، ماما ما تدخليش تنامي الا لما تقولي، ماما لو مش عارفه ايه، ماما ليه ما بترديش. يعني امبارح عمر بيكلم هناء ويكلم مش عارفه مين تاني من اخواتي، هي ماما بتردش ليه؟ وانا التليفون كان بعيد عني مش اكتر. يعني العيال بتلهفوا لهفه مش طبيعيه، ما هماش ناقصين عشان تقول لهم سايبينها لوحدها ليه. ما ينفعش، ما ينفعش لو هم يكبسوا على نفسي ولا انا اكبس على نفسهم، وهم طول الوقت معايا وطول الوقت بيكلموني. ده الحقيقه، دي حقيقه فعلا. هم حاسين ان انا بقيت قاصر من ساعه بابا ما مشي، انا بقيت قاصر كده، خليتوا لي التفاح اغماء. والله معقوله عامله شرايح اهو، زي ما حد بيقول ان لازم يبقى شرايح عشان يبقى يتهضم. والله حلو قوي التفاح والجبنه الامينتال والزيتون الدولسي، وعيش معمول عليه بذور الشيا، عيش مش عيش حبه كامله، عيش شعير، والكركديه التلج فيه من تحت اهو، وحاطه فيه عسل كمان، وارانب، ارنوب وارنوبه وارنوب وارنوب، طالعين رحله جايين يتفرجوا على الاكل. ومستوكه هنا، والله العظيم الفيديو اللي فات مستوكه على يميني وكانت زبادي على شمالي، راحت فين زبادي مش عارفه. وفجاه وانا عماله اتكلم راح التليفون قال لي ايه، بلغتي اقصى مش عارفه ايه. هو انا الفيديو ليه؟ رحت افلام. فيا رب ده بقى يجي لكم. ده فطاري عاملاه من بدري، وانا لو ما قراتش بالليل قبل الفجر اقرا بعد الفجر. فانا امبارح لا قرات قبل الفجر ولا قرات بعد الفجر. ف يعني نمت، صليت الفجر ونمت، يعني فضلت صحي لحد صليت الفجر ونمت. صحيت بقى بعديها ب3 ساعات، خلاص ما فيش نوم، عشان احساسي ان ورايا حاجه، بس عشان اقوم اعمل قراءاتي وكده. فانا صاحيه من الساعه 8 الحمد لله. فقلت افطر بقى بدري، انا عامله الفطار بقى له ساعه اهو، كنت عماله هاتي والله العظيم دلوقتي واتكلم ومنفعله جدا، وانا احبش انفعل كده. متضايقه جدا ان حد يقول لاولادي كده، عيب، عيب. يعني ايه انتوا سايبينها لوحدها؟ هو ايه اللي سايبينها لوحدي وانا قاصر؟ هو انا محتاجيني يعني بتشرح يحطوا لي البامبرز مثلا ولا يدخلوني الحمام ولا ياكلوني؟ ده انا اللي بقول لهم نفسكم في ايه، اعمل لكم ايه اكل يعني. لا انا بحب اطعم ولادي، ولما اطعمهم بطعم ناس حواليهم كمان، يعني بطعم يعني بحب البسطاء
اللي معانا في العمارة تحت وكده. الخير بيتعمل مش ليهم بس، هم عارفين بيت أبوهم على طول مليان خير في كل حاجة يعني. فأنا أحب أغدق عليهم، وهم يا حبايبي، بس أنا أقول لهم بصوا لحياتكم، بصوا إحنا عشنا حياتنا، راعينا أهالينا، بس عشنا حياتنا، ما ينفعش نخنق أهالينا ولا أهالينا تخنقنا. ف يعني إيه اللي بيقول كده، اللي بيعمل وقيعة بيني وبين ولادي، معلش سوري بقى، سوري، لموا تعبينكم، ما حدش يقول كده لولادي. ولادي مش سايبيني يعني، او ما احبش ان هم كمان يخنقوني يعني. ما ينفعش، انا مش قاصر ومش عاجزه ومش ست بتاخد ادويه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا احسد نفسي ولا حد وحش يسمعني يحسدني. وبعدين انا قاعده لوحدي وعندي ولادي، الله اكبر، الله اكبر، انا مش لوحدي. لان الدكتور ايمن لما يسال كل شويه، يسال عليا كل فتره، شو مين معاكي؟ لا صداقه عائليه يعني، ويعرف جوزي من اكتر من 45 سنه. فيقول لي، اقول له معايا ربنا، اقول له معايا رب، انتوا مستهونين، انا معايا ربنا ومعايا حسن ومعايا عبد الله ومعايا قططي. انما عيالي يسيبوا حياتهم وشغلهم وزوجاتهم عشان يفضلوا كابسين على نفسي، انا اتضايق وهم يتضايقوا. انا اتضايق ليه يعملوا كده يعني؟ ده مش طبيعي. ف يعني اللي بيحاول كده نفسه فيها مش مظبوطة يظبطها. ايه رأيكم؟ اللي نفسه مش يعني اقول لكم تظبطوها ازاي؟ شوفوا واجباتكم اللي عليكم امام الله، بس الحاجات البسيطة، القراءة والصلاة. ده انا بلحقش الاقي وقت لنفسي والله يعني. اما اعمل العبادات مفيش. امتى الوقت مسحوم. لو عايزه اعمل حاجه في بيتي، عايزه اوضب حاجه، عايزه اطلع على حاجه، عايزه اتواصل معاكم، ما ينفعش حد يتدخل كده ويقول انتوا سايبينها لوحدها. ايه سايبينها لوحدي؟ شايفيني مثلا الكافيت على وشي مثلا ماشيه بقع؟ ايه ده، ايه الهبل ده؟ انا حتى قلت في الرساله اللي قبل كده يعني، عشان بكلم النخله، انا بكلم الزرع من زمان من يوم ما اتجوزت جوزي يعني. كان عندي حوض زرع في البيت، حوض زرع، كنت جايبه جناين يرعاها. مره بقول حسن، وما كنتش ملتزمه والله، قلت له حسن الحقني، الشجره دي كلمتني. قال لي ايه؟ الناس مش هتفهم. في غيبيات يا جماعه احنا لحد دلوقتي مش فاهمينها والله، بتحصل حاجات كده يعني. احنا عشان نصدق لازم نصدق ان سيدنا موسى تجلى ربه على الجبل فخر موسى صاعقا، يعني ما قدرش يستحمل رؤية سيدنا، رؤية ربه سبحانه وتعالى لما تجلى، والجبل أساسا ادك. ففي أشياء غيبيات لازم نصدقها. احنا مصدقين ده، ومصدقين ان جبريل نزل على سيدنا محمد وكان بيديله الرسالة وكان بيتكلم معاه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ربنا مهيئه يعرف ده ويشوف ده. فاحنا بيجي لنا بقى حاجات فتافيت كده يعني، حاجه رؤيه تتحقق، حاجه نحس بيها وتحصل، شجره تكلمنا. والشجر والله ما من شيء الا يسبح بحمد ربك ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء، حتى الجماد بيحس. مش يقول لك ايه، البيت مثلا لو هتسيبوه يزعل، لو حاجات كده لازم يعني، احنا لازم نبقى فاهمين ده، ان في غيبيات فوق قدراتنا البشريه اللي ربنا عملها لنا نعيش بيها في الدنيا. بس فخفوا بقى على روحكم وخفوا هتخلوني ابطل اسلم على نخلتي؟ ده انتوا مفتريين كده بقى والله. اللي راحوا قالوا العيال سايبينها لوحدها ليه؟ ايه سايبينها لوحدها؟ هو في ايه؟ ده انا عيالي قبل ما يناموا لازم يطمنوا عليا ولازم يكلموني. ما ينفعش حتى كتير اقول له خلاص يا حبيبي، خلاص يا عمر، خلاص يا محمد، اوكي يا نيري، يا ماما روحي بقى، جوزك قاعد على السفره، روحي بقى، روحي قولي معاه، كفايه قفلي معايا يعني ما ينفعش. قلت لها اعتذري له بالنيابه عني، لان ما ينفعش تبقي سايباها علشان تبقى بس عايزه تقعدي ترغي معايا، يعني خليه في الوقت اللي هو مش موجود. فكل واحد لازم يشوف حياته، ما ينفعش انا
اكبس على نفس ولادي ولا ولادي يكبسوا على نفسي. اوكي تمام، وصلت الرساله؟ يا رب تكون وصلت. صوتي ما بعرفش اعلي صوتي، انا عليت صوتي والله طلع شكله الا الله اعلم. صح صح يا زوزو، صح يا زوزو، صح بقى زبادي، قصدي يا مستكه، قصدي يا مستكه، صح. النهارده في هوا كويس ان انا مش نازله النهارده، عايزه انزل مشوار كبير كده بعيد شويه، هبعت علي ليه احسن، بس انا مش هروح. وبعدين لما ايه الجو يتحسن شويه ايه، نفسي كانت مفتوحه على الاكل والله. اقول لكم ايه، اقول لكم ايه، بس طبعا انا عارفه ان حبايبي متابعين فاهمين، وفاهمين يعني استقلاليه، وفاهمين ان انا مش ست قاصر ولا ناقصني حاجه، ولا بفضل من الله، ولا باخد اولا. بقول لكم انا عندي ولادي يعني طول الوقت معايا. المشكله الناس اللي هي ربنا ما رزقهمش واكبر مني وانا عارفاهم، اللي اكبر ب7 سنين وفي الاكبر ب10 سنين وانا عارفاهم، دول غيروا سنهم في المجمع قبل ما يبقى في كمبيوتر. انا قلت الحكايه دي في الرساله اللي فاتت، بقولها تاني لان ما اتسجلتش الرساله اللي فاتت، وانا عارفاهم بجد مش هزار يعني. عارفه ان هم مصغرين روحهم، اصغر مني ب7 سنين وهم اكبر مني ب7 سنين، وفي مصغرين روحهم اساسا ب10 سنين. دول غيروا الشهادات ميلادهم، ارادوا هذا، انا ما اعرفش، انا ما احبش كده. ارادوا هذا، عملوها في المجمع، لان يعني اما كست مش عايزه تقول سنها براحتهم. فدول يعني اكبر مني وعايشين لوحدهم، وقرايب يعني اهو، قرايب بيتحركوا يتنططوا ويروحوا فرح ويروحوا عزا ويروحوا مش عارف ايه وكل حاجه. فانا ولادي معايا الحمد لله، وانا يعني ما هرمتش، انا لم اهرم بعد يعني. الحمد لله لم تهاجمني الشيخوخه، الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بحس ان انا لسه صغيره يعني. انا قلت سني اللي هو في شهاده الميلاد، بس انا تحركاتي يعني حتى اولادي ايه ماما، إيه ما شاء الله، ان اخواتي الله اكبر، ده احنا ما نقدرش نعمل اللي انت بتعمليه، مش عارفه ايه. انا كده جسمي معوده جسمي على كده. يمكن عشان كنت رياضيه، يمكن عشان كنت لعيبه جمباز وانا في المدرسه. طبعا زميلاتي في المدرسه اللي لسه عايشين يعرفوا الكلام ده، يمكن عشان كده يعني. الحمد لله، نعمه وفضل، والحمد والشكر ليك يا رب. فما حدش يعمل وقيعة بيني وبين ولادي طول الوقت معايا، وما ينفعش يبقى سايبين حياتهم ويحسسوني انا بحمل ان هم، ما انا كنت انا وابوهم كنا مع بعض لوحدينا، ليه وليه بقيت لوحدي؟ خلاص بيطمنوا عليا وكفايه، ويزوروني في اوقات وازورهم في اوقات، انما ما نكبس على نفس بعض، ما ينفعش نكبس على نفس بعض كده. فهمتوا حضراتكم؟ فهمتوا؟ انا صبحت الاول ولا قلت بونجور ولا لا؟ قلت بونجور، قلت جود مورنينج، قلت ايه تاني؟ قلت صباح الخير. اوكي. شفت الارانيب دي لذيذه ازاي؟ يكولي على البصه، ايه البصه دي؟ الارنوب بيبصوا بصه حلوه قوي. يا رب والله ما انا عارفه هاكل ولا لا. مش انا يعني ناسيه الحبوب اللي بتتحط على العيش اللي هو بالشعير. فرحت سالت ميتا، هي الحبوب اللي بتتحط على العيش، فقعد يشرح لي ايه اللي حبه البركه وبذور الشيا وبذور والسمسم وانا مش عارفه. قلت له هي الشيا، هي اللي عندي الشيا، خلاص عرفت. بس هو العيش بيجي لي كده يعني عليه بذور الشيا. يا دي عناعي. وبعدين انا حبايبي ايه، امبارح جالي خاطر كده ترنيمه تضحك يعني، مش عارفه ليه. قلت ما اقولها لكم. في حد كان بيقول زمان ايه، ولا 1000 ولا 100 ولا ايه، لا ايه ولا 500 ولا كل الدنيا دي.
ولا مليون. ولا واحد ولا 100 ولا 1500 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. ولا مليون يغني عنك يا حبيبي يا حسن. ولا واحد ولا 100 ولا 1500 ولا كل الدنيا دي ولا مليون. ما عدا ولادي طبعا، ولادي بالدنيا كلها، حبيبي قلبي روح قلبي حبايبي. يعني انا لما بقول لولادي انتوا لسه اطفالي عشان انا بحبهم يسمعوا النصائح. انتوا عارف الامهات المصريات يعني احنا فاهمين ان لازم نقعد ننصح في ولادنا كبروا وننصح برضو ويسمعوا النصايح. بس هم طبعا عندهم اراء، يعني ساعات ارائهم كتير بتبقى احسن مننا على فكره، عشان برضو هم عرقوا الحياه. يعني احنا ما كانش فيه في حياتنا كمبيوتر، حتى لما بقى الكمبيوتر في حياتنا بقى على كبر، انما هم اتربوا بالكمبيوتر فمعلوماتهم يعني اوسع واعمق. فربنا يحفظهم ويحميهم ولاد الناس كلها، ولادي وولاد الناس كلها يا رب، في مشارق الارض ومغاربها. يحفظ الولاد جميعا، ابناء وفتيات وشباب. كفايه علشان ما يقوليش مش عارفه ايه ونشوفه سجل ولا لا عم التليفون ده، مع ان حبيبي محمود جاب لي التليفون طبعا الجديد. قلت له لا خليه ده شغال شويه كده لسه شغال، مش عايزه انقل على الجديد، بس معايا الحمد لله. بس والى اللقاء، الى اللقاء اما نشوف ايه الجديد اللي هيحصل هنرد عليه ان شاء الله. استودعكم الله.